بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم حواوشي بالبطاطس. ايوه زي ما سمعتوا كده، حواوشي بعجينه البطاطس. طعم مختلف، حاجه كده يعني زي ما بيقولوا كده في حته تانية خالص. تعالوا بس نشوف الاول. احنا بنجيب طاسه بنسخنها قوي، بنحط فيها حته زبده، وبعد كده انا بحب اشوح اللحمه المفرومه الاول قبل ما احط لها اي اضافات، يعني لغايه ما لونها يتغير كده ويبقى بني. بعد كده بضيف لها الاضافات بتاعتي. باجي بقى بحط لها بصلة كبيرة، وبحط فلفل. ده فلفل رومي على فلفل حار، لو مش عايزين حار شيلوه. وبحط كمان طماطمية كبيرة. بصوا بقى ما شاء الله كمية الحشو، الربع كيلو بقى نص كيلو. بقلب بقى كله مع بعضه واظبط الملح والفلفل، واسيبها لغاية ما تستوي على النار. بكون بقى انا سلقة الناحية التانية، سلقة بطاطس ومقطعاها مكعبات زي كده. بهرسها. ايه الطبق ده؟ لا هنغيرها، نحطها في طبق اكبر عشان نعرف نهرس براحتنا. بنهرسها بقى لغايه ما تبقى ناعمه قوي. ونهرس البطاطس وهي سخنه، كل ما نهرسها وهي سخنه ده افضل، بتتهرس بسهوله وبتديني نتيجه احسن. علشان اتاكد ان هي ناعمه مفيش فيها اي كتل، بعملها كمان بالشوكه. بصوا بقى هنضيف التوابل التحفه دي اللي احنا عملناها مع بعض. البقدونس المجفف والخضروات المجففه كلها زي ما وريتكم. انا بشيلهم ورق عشان خاطر لما اجي استعملهم افركهم على الاكل كده. بصوا لونهم كانها فريش، والريحه عايزه اقول لكم رهيبه. بمجرد ما بتفتحوا بس البرطمان بتشموا الريحه بتاعت الخضره. وبحط بقى بصل باودر وتوم باودر، برضو جففته معاكم وريتهولكم. هسيب بجد، لازم الحاجات دي تعملوها وتسيبوها في البيت، هتحتاجوها في اي حاجه بتشتغلوا بيها. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، اتفرجوا عليه. والتوابل دي يعني لازم تخلوها عندكم في البيت بجد. بحط بقى معلقه زبده على البطاطس وهي سخنه كده، وبحط كمان معلقه بيكنج باودر اللي هي بتاعه الكيكه، وبحط بكسر عليها بيضه. بقلب بقى كل ده مع بعض كويس قوي. وبعد كده نبتدي بقى نعمل العجينه بتاعتنا. التوابل دي هنعمل بيها حاجات كتير قوي بعد كده، فعشان كده بقول لكم لازم تعملوها وتخلوها عندكم في البيت. الدقيق بقى بنحط الدقيق. طيب كميه قد ايه؟ انا بحط لغايه ما العجينه بتاعتي تبقى مش محتاجه، نسيبنا بقى من الشوكه دي ونعجن بايدينا، عشان حتى لو في اي حته بطاطس ما اتهرستش نهرسها بايدينا. هبتدي بقى اعجن بايدي كده، وهشوف القوام بتاع العجينه عامل ازاي. همسكه كده في ايديا. بص هو لسه بيتقطع، ما عمليش عجينه اللي هي زي عجينه العيش والبيتزا والحاجات دي، فبضيف له شويه دقيق كمان. فاحنا بنضيف الدقيق على حسب ما البطاطس بتاعتي تعمل لي عجينه كده متماسكه. هبتدي بقى اعجنها كده على الرخامه. هي طالما ان هي بتمط معانا بالشكل ده يبقى كده تمام، هي زي الفل مش محتاجه اي حاجه تاني. فنبتدي بقى نعجن فيها، وناخدها بقى بعد ما تتعجن كده، نعملها بقى زي كورة كده ونحطها في طبق ترتاح مش أقل من ساعة. لأن هي طبعا فيها دقيق، ودقيق يعني جلوتين، فلازم ترتاح قبل ما نفردها. هنغطيها بالفوطة ونركنها على جنب كده لمدة ساعة. باجي بقى الحشو بتاعي ده خلص خلاص، وظبطته بقى ملح وفلفل والكلام ده. بحطه بقى في طبق يبرد. واي حاجه بنحشي بيها لازم الحشو بتاعنا يبرد قبل ما نشتغل بيه. ما ينفعش نحشي الحاجه والحشو سخن. فبنسيبه بقى يبرد شويه كده. على ما بيبرد ببتدي بقى اشكل العجين بتاعي. انا هنا العجينه خلاص ريحت. فباخدها وبحطها بقى، بحط دقيق كويس عشان فيها بطاطس والبطاطس بتلزق. فاحط دقيق كويس وابتدي اقسمها نصين. انا عايزه نصين قد بعض بالظبط. باخد نص كده بركنه على جنب، والنص التاني ببتدي اشتغل بيه. هبتدي بقى افردها بايدي الاول كده، ولازم زي ما قلت كمية دقيق كده محترمة علشان تسهل معايا عملية الفرد. بفرد بقى بالنشابة. عايزة اقول لكم النشابة دي بتاعت امي الله يرحمها، يعني عاشت معاها عمرها كله، وانا خدتها منها لما جيت اتجوز. انا جبت الستانلس وجبت السيليكون وجبت الحاجات اللي هي طالعه جديد دي، والله ما برتاح في الشغل غير فيها. الله يرحمك يا امي، ويرحم اموات المسلمين جميعا يا رب، ويرحم جميع امهاتنا يا رب. باخد بقى الجزء اللي انا فردته ده بركنه على جنب كده، وابتدي اشتغل في النص التاني. هفرده برضو، هحاول ان هو يكون دايرة قد اللي انا عملتها كده بالظبط. حتى لو اكبر شوية مش مشكلة، هنقدر نظبطها في الاخر.
افرد بقى كده لغاية ما تبقى عندي دايرة كده بالشكل ده. هجيب بقى الحشو واحطه على 4 اجزاء. عايزة اقول لكم بصوا شكل البقدونس والشبت في العجينة، ريحته بقى لا تتخيلوا جمال الريحة بتاعته. الخضار مركز، ريحته مركزة بشكل مش طبيعي. فعارفين لو حتى العجينة دي ما حشيتوهاش حاجة وكلتوها بس كده زي عيش كده، عيش البطاطس، خبز البطاطس ده لوحدها تحفة. فحتى مش محتاجة ان انتوا تحشوها حاجة، فما بالك بقى لما تحشوها. ابتدي بقى اظبط الاطراف بتاعتي كده بالسكينة او بقطعة البيتزا، عشان خاطر ده بس شكل جمالي يعني، مش هيأثر في الطعم في حاجة، بس عشان يبقى شكلها حلو. واجي بقى بعد كده اروح قطعاها. لا الاول الخطوة دي مهمة جدا، ان انا الزق الاطراف بتاعتي بالمية. طبعا بطاطس ونشا لو حطينا عليهم ميه هيلزقوا كويس قوي، وهتبقى اقوى من اقوى صمغ ممكن نحطه. فبنلزق بقى الاطراف كلها بالميه كده. وبعد كده باجي بقى بالقطاعة او بالسكينة وبقطع 4 اجزاء كده اللي هي فيها الحشو. كده بيطلع عندي 4 ترغيفة. ده كده شكل الرغيف بتاعي. باجي بقى بالشوكة كده على الاطراف وابتدي اضغط عليها، منها اتاكد ان الحشو مش هيطلع، وان انا قفلت العجين كويس، وفي نفس الوقت هتديني شكل كده جمالي، شكل حلو. بخلصها وبجيب بقى طاسه فيها زيت يكون سخن قوي، وبحط الرغيف فيها كده، وسخن قوي عشان ما يشربش زيت، عشان الرغيف او العجينه ما تشربش زيت. بعد كده بعد دقيقه كده بروح موطيه بقى النار واسيبها تستوي براحتها. يعني في الاول تبقى سخنه قوي، بعد كده اهدي النار شويه واسيبها ان هي تستوي براحتها. وبعد كده لما الاقي بقى الاطراف بتاعتي بدأت تحمر زي كده، يبقى كده معناه ان هي احمرت، اقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. خلي بالنا بس والنبي الله يرضى عليكم من الزيت، لحسن انا ياما اتحرقت من الزيت ده. لغايه بقى ما بتطلع انا عندي احمرت شويه الجنب ده، بس شكلها حلو برضو. بحطها بقى على مناديل، لو في اي زيت زياده بتنزله. وبصوا الشكل، خلينا في الشكل ده حلو. وبكمل بقى الكمية. بصوا بقى مش شاربة زيت خالص زي ما انتوا شايفين. الطعم رهيب، الريحة تحفة، ريحة البقدونس والشبت المجففين بجد مع المعجنات والحاجات دي بتخليها، مش عارفة اقول لكم ايه يعني، لازم تجربوها بجد عشان تحسوا باللي انا بقوله ده. كده بنقطعها بتبقى زي الرغيف كده من جوه. اتبقت عندي كمان شوية لحمة مفرومة وشوية عجينة، رحت عملتهم قرص صغننة كده او كايزر صغنن كده. بس لو كنت بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله توصل لكم الفيديوهات الجديدة، ان شاء الله نعمل حاجات اكتر واحلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.